السلام على سيدنا محمد اشرف الخلق. احنا هنشرح برنامج الكول دو وربطه ببرنامج الارت كات عشان نشغل ماكينه واي فاي. هنشرح يعني اساسيات مبدئيه بسيطه كده. هنبتدي الاول ببرنامج الكول دو. فتحنا البرنامج قدامنا، بدوس على الحرف ده، ببدا اكتب كلمه، وانا نفترض ان العميل بتاعي طالب كلمه بسم الله. انا كتبتها وهمسك السهم بعد الكتابه، هبدا اكبر الكلمه شويه، هبدا اختار لها نوع الخط، ولا نفترض اي نوع خط عاجبني، ولا نفترض ده. كويس. يبدا يبان عندي عيوب زي دي كده، عيوب صغيره زي دي كده. ابدا انزل الكلمه ولد عشان خاطر اشيل العيوب دي. ما دام استقريت على الخط، انا افترض ان العميل بتاعي طالبها مثلا مقاس 20 سم في 10، هبدا احدد المقاس من هنا 20 سم في 10. انتر. بدا المقاس بتاعي يتحدد. اسيف الاول اللي عملته. كويس. اختار اللون اللي انا عايزه. بعد كده ابدا ابعتها عشان استقبلها على البرنامج التاني. ابدا اقول اكسبورت على الديسكتوب، الامتداد اي بي اس، سيلكت اونلي عشان تيجي لي لوحدها ما تجيش معاها شغل. ابدا اعمل هنا، ولا نفرض ان انا هبعتها باسم اصفار. اكسبورت. اوكي. هنزل بده، هفتح برنامج الارت كات، ابدا ادخل على الفايل، امبورت، ابدا ادور على اللي انا مسيفه اللي هو اصفار اهو. ابدا اقول اوكي، جات لي الكلمه هنا اهي. ابدا ادوس كات اوت، وابدا يساوي. ابدا انا النهارده صفحتي مفتوحه 60 سم في 3 متر، الحمد لله المساحه عندي كبيره. هبدا ادوس كات بلوت وستارت، هتبدا تروح على الماكينه. بس انا مش هدوس ستارت عشان خاطر اروح على الماكينه. نقول كيفيه تشغيلها. الماكينه اول ما بنيجي نشغلها بتعمل معانا الشكل ده. انا بحط الخامه، بمسكها من اليمين والشمال، وبحاول بقدر المستطاع ان العجله ما تمسكش في المكان ده، لان المكان ده تحته ثابت. ابدا ادوس على الزرار ده، تبدا الماكينه معايا تتحرك حركه بسيطه. ابدا اشوف انا عايز اشتغل ازاي. انا رجعت بالخام بتاعي. كويس اهو. رجعت بالخام بتاعي. انا عايز ابتدي من هنا، ادوس على كلمه اوريجن عشان ابتدي من هنا. الضغطه بتاعتي لو عايز اتحكم فيها دلوقتي، او السرعه بتاع المكنه، بتحكم فيها في اللحظه دي، لان المكنه مش هتستقبل مني الحركه. يبقى انا عندي السبيد 400 والضغطه 100، وانا شايف ان ده معقول. السبيد بوصل ل 800، بس انا مش محتاج السرعه القصوى دي. انا في ضغط الشغل، الرولدر بتاعي راكب، سنه راكب تمام، المكنه كده مستعديه. لو انا رحت على جهاز الكمبيوتر وقمت دايس ستارت اللي هي دي اهو، هيبدا الداتا تروح للماكينه. ابدا انا اجي اشوف الماكينه، هتبتدي الماكينه تقطع. فاضل لان الماكينه بتقطع، انا شكيت عايز اشوف الضغطه بتاعتي حلوه ولا لا. هعمل عمليه توقيف مؤقت للماكينه، وابدا اطلع بيها واشوف الضغطه بتاعتي. ابص الاقي الضغطه بتاعتي كويسه ودنيتي تمام. شوف انا طلعت بالماكينه قد ايه، انا مشيت بالعربيه طلعت بالماكينه قد ايه. كويس. لو انا عملت دي تاني هترجع تشتغل من مكان ما وقفت زي دي كده. وهي شغاله يا جماعه. احنا هنتكلم في نقطتين بصوره. المكنه وفاين يا جماعه، مش اي مكنه اسمها وفاين. مش اي مكنه، مفيش مكنه وفاين تنفع تتعرف سايكي او مماكي او اذر ديمبل. المكنه وفاين بتعرف وفاين موديل اتش بي جي، موديل اي اتش 721 بتعرف موديل اي اتش 721. بلاش الحاجات اللي طالعه في السوق دي يا جماعه. كل واحد جايب مكنه يقول لك وفاين وفاين وفاين. اوكي يا جماعه، في مكنه على فكره افضل من وفاين، وصيني. اللي يدخل على النت، ادخل على بابا شوف، وادخل على جوجل شوف، هتلاقي في مكن افضل من وفاين. بلاش نمسك في موديل واحد. مكنه وفاين بيبقى مكتوب عليها وفاين اهي، مكتوبه تحت يا جماعه. تعريفها يا جماعه ريفاين، تعريفها ريفاين. التسجيل ده احنا بنعمله بتاريخ 10/2/2018. كويس. بيبقى ريفاين، بتتعرف ريفاين. اتش 721 يعني اتش 721، اتش 1100 يعني اتش 1100. الامور يا جماعه فيها وضوح. انما مش اي ماكينه النهارده كل عميل يجيب ماكينه يقول لي دي ريفاين انا شاريها ريفاين. لا يا فندم، انت مضحوك عليك، انت مضحوك عليك. ادخل شوف المكنه وفين يا جماعه. انا دخلت مصنعها بره. المكنه ده المصنع اسمه لايل، والشركه المنتجه للسوفت وير اسمها ريفاين. الاثنين دول اتحدوا مع بعض وطلعوا ماكينه اسمها لايل سنه 2003. بعد فتره من الاتحاد بتاعهم بداوا يسموا الماكينه ريفاين، والكلام ده تقريبا 2005 بداوا يسموها ريفاين. بدات المكنه تنزل بعجلتين، طلبنا تعديل، بدات تنزل بثلاث عجلات. السرعه بتاعتها كانت 200، طلبنا تعديل وصلوها ل 800. كويس. هي دي الماكينه يا جماعه. بيجي معاها القعده بتاعتها، بيجي معاها يو اس بي، بيجي معاها كابل كوم، بيجي معاها الهولدر، بيجي معاها علبه اسنان، بيجي معاها. ما ينفعش يا جماعه المكن ده يتباع في السوق من غير الحاجات ديت ونرخص في سعره. هي الحاجات دي بتيجي معاه من بره كده حرام. وعموما يا جماعه